صبحكم الله بالخير أعزائي، وكل عام وأنتم بألف خير. مناسبة عيد الأضحى المبارك رجعت لكم بفيديو جديد إن شاء الله ينول إعجابكم، ورجعت لكم بهذا الفيديو بأخبار يعني يمكن تضوجكم. يعني هاي البراهمة بقى بس هذا الديج، وبقت هسه اصور لكم الدجاجة البيضة البراهمة. يعني بالبداية قميرة ماتت اللي هي البراهمة الصفراء، وبندق ايضا ماتت حاليا من شدة الحر. هاي مزهتر بعد يتبيض، لكن ولو يقطعا بسبب الحر. كان ما شاء الله الفرخ اللي خليته جواهن، يعني يمكن طلع زاجل بدأ يلقط، وحاليا الأبوة ميزقة. ذيك الأماية بيضت لكن بيضها ما شاد، منتظر احصل لن بيضات زينات. هاي ام نعيم كركتها هنا، طبعا جوا بيض كوجن براهمة، وبيض من باقي الدجاجة. خليتها بجو بارد للتجربة ونشوف بعد، يعني مقابل المبردة. ذن اخوان الهراتيات. طبعا هاي الدجاجة الصغرى اليوم 21 يوم، وشفت بيضاته ما انفقسات. يمكن بعد ما خليت تكوي. هاي محمية البراهمة فتحتها، يعني بعد ما خليهم مكانهم حار. هاي اللي قلت لكم البراهمة اللي بقت. هذا الأبو الحمام خليته يطلع، لازم يراد له أملاح، ياكل من الأرض، لازم يبقى مسجون. لاحظون الدجاج أكثر شي ياكل بس الصبح لين الجو بارد. هاي الموية أيضا طلعت مرات، هاي فضلاتها بيضاتها.
ذن الكتاكيت صابن بين اثنين مع الأسف. الباقيات تشوفونهن بصحة جيدة. وختام هذا الفيديو لا تنسون دعمكم باللايك واللي ما مشترك يشترك. كتبوا لي بالتعليقات ايش رايكم بالمحتوى، وان شاء الله يكون الجميع صحة وسلامة. مع السلامة.